السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاول قدر المستطاع أن أكون بين الناس ليصل صوتي إليهم، ولننشر قضايا المظلومين ونكشف الظالمين في كل مكان. وكلما اخترعوا برنامجا للتواصل أحاول الدخول إليه لعلني أوصل الرسالة. وبنصيحة أحد الأحباب قال لي شارك في برنامج التيك توك، فهو الأول حاليا وصوتك سيصل بشكل أكبر. سمعت بالنصيحة ودخلت، ويا ليتني ما دخلت. أقسم بالله إنني صدمت مما رأيت، وبكى قلبي على ما شاهدت. بنات المسلمين وشبابهم بأجساد شبه عارية، وحركات إغراء وعرض للمفاتن على أغاني هابطة، مقاطع تشيب لها الرؤوس وتقف معها دقات القلب. ما هذا يا أمة محمد؟ ما هذا يا مسلمين؟ أين الدين؟ أين الشرف؟ أين الغيرة؟ أين الآباء وأين الأمهات؟ هل ضاعت الرجولة وغلبتكم الدياثة؟ سألتكم بالله أن تستيقظوا قبل أن يخسف الله بنا الأرض. سألتكم بالله أن تتابعوا أولادكم وبناتكم وزوجاتكم، ولا تتركوهن للحظة ضعف يقودها شيطان. أنا ابنكم وأخاف عليكم من نار لن تتحملوا حرها يوم القيامة. وأسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين من أيادي كافرة تريد هدمها بأيدينا، وأن يحفظ بنات المسلمين ونساءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم يا إخواني مع تفشي ظاهرة بنات تيك توك، ومع تفشي سقوط كثير من بناتنا وشبابنا وتقليدهم للنساء، ومع تفشي والضعف والخنوع والميوعة عند كثير من شباب المسلمين، كان لابد أن يتكلم العالم أو الشيخ أو الداعية حتى يعيد الأمور إلى نصابها. ما الذي نتحدث عنه اليوم؟ نتحدث اليوم عن الغيرة والمروءة التي ضاعت عند كثير من الرجال وضاعت عند كثير من الشباب، وأصبح أحدهم لا يغار على عرضه، ولا يغار على ابنته، ولا يغار على زوجته، ولا يغار على أخته. طيب يا أخي، إزاي عايش وإزاي تتنفس وأنت تعلم أن من أعظم قواعد الإسلام الكبرى أن الإسلام جاء يحافظ على عرضك، جاء يحافظ على عرض زوجتك وعرض ابنتك وعرض أختك وعرض أمك وعرض المسلمات جميعا، وأنك في أمس الحاجة أن تراجع نصوص الكتاب والسنة وأن تعيد هذا المعنى إلى نصابه في قلبك. يا شيخ، وهل يعقل إنه في ناس في الدنيا ما عندهاش مروءة وما عندهاش غيرة على الأعراض؟ معقول يا شيخ؟ يا أخي سبحان الله، أما ترى الأفلام والمسلسلات اليوم تزرع في شبابنا وبناتنا إنه عادي المرأة تخرج مع الرجل، تتكلم مع الرجل، يجلسون على طاولة واحدة، وعادي الشاب يمد يده على البنت، وعادي يمشي مع المخطوبة. وينتشر اليوم في كل المناسبات والأفراح والخطوبات العناق والأحضان والمغازلات والأغاني والضم وأول قبلة وأول حضن. يا جماعة، هذا الذي وصلنا إليه نذير شؤم، إذ أن ربنا سبحانه وتعالى لعن الكافرين والمشركين لأنهم كانوا يرون المنكرات وما يتناهون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. كانت المشكلة عندهم في منكر. طيب يا جماعة يلا ننهي عن المنكر. لا يا جماعة، اتركوا الناس في حالهم، احنا مالنا ومال الناس. وهكذا حتى أنزل الله عز وجل عليهم اللعنات، واللعنات تعني طرد من رحمة الله، يعني ما فيش رحمة خلاص. طيب ما الذي يحصل اليوم؟ وأنت ترى يا جماعة، أحد الإخوة يقول لي بلا مبالغة أكثر من 43 مليون أكاونت على التيك توك من بنات المسلمين. قلدوا أغنية وقلدوا مسرحية والبسي واخلعي وأظهري جمالك وأظهري مفاتنك. يا جماعة، أين أبوها؟ أين أخوها؟
أين من يغار على عرضها؟ يا جماعة ما سمعتم أنه في الإسلام في يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أن امرأة من المسلمين في سوق بني قينقاع، سوق اليهود، أن يهوديا تكلم عليها بالسوء فلم ترد عليه، فأراد أن يحرجها فيكشف عورتها، فأمسك بطرف الثوب الذي في أسفل الأرض وهي جالسة تشتري ورفعه فربطه في طرف ثوبها بالأعلى، فلما قامت انكشفت عورتها فصرخت وإسلاما، فانطلق فارس من المسلمين فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود فقتلوا المسلم. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطلقن إلى بني قينقاع، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة فما تركوهم حتى أجلوهم عن المدينة مع السلامة. لا نقبل أن عرض امرأة بيننا يهان، لا نقبل أن عرض فتاة بيننا يكشف، أن سوءتها أو عورتها تعرى. واليوم للأسف بعض الرجال يفتخر أمام الناس أنه عامل مقاطع تيك توك مع زوجته، يفتخر أنه عامل مقاطع تيك توك مع ابنته. يا عاقل أين عقلك؟ ضاع منك خلاص، أصبحت مثل الذين لا يغارون كالمشركين والكفار. أي طعام تأكله؟ أي شراب تشربه؟ أين مروءتك؟ أين غيرتك؟ أما تعرف أن هذا من المنكرات؟ أما تعلم أن المسلم يجب أن يحافظ على عرضه، وأن رقاب طارت من أجل الحفاظ على الأعراض، وأن الصحابة رضوان الله عليهم تحركوا مع المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قينقاع لأن امرأة كشفت سوءتها وكشفت عورتها. أين عقلك إذن؟ نحن في أمس الحاجة اليوم يا إخواني بعد أن نوصف هذا الداء أن نعي وأن ندرك وأن يعي كل صغير وكبير بيننا أن الغيرة على الأعراض أمر من الدين محمود، أمر من الدين محمود. ولما تأتي الأفلام والمسلسلات وتبدأ تسوق إلى أن الغيرة سبب الضياع، والغيرة سبب التفرق الأسري، والغيرة سبب الطلاق، وأنه كم من رجل بسبب غيرته على امرأته تفرق البيت، والمفروض يكون راجل سبور، والمفروض يكون إنسان كيوت، والمفروض يكون إنسان عادي. لا، هذا الذي يسوقون له يؤدي إلى تفشي الفواحش والمنكرات والاعتداء على الأعراض. يا جماعة عنتر العبسي، عنتر بن شداد، كان يقول أغض الطرف عن جارتي إن هي بدت حتى يواري جارتي مأواها. أنا لا أنظر إليها ولا ألتفت إليها. ولما يتفشى هذا بيننا يا إخواني وندرك أننا ما أقمنا هذا الدين على مثل ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلننتظر العقاب. وما نحن فيه اليوم يا إخواني من وباء وعقاب وبلاء لا شك أنه يجب أن يحركنا ويجب أن نستفيق معه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، فالله يغار على حدوده. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقص على الصحابة رضوان الله عليهم قصة الرجل الذي وجد امرأته مع غيره فقال سعد: والله لا أضربنهم بالسيف غير مصفح. فقال النبي: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. لذلك نحن في أمس الحاجة اليوم أن نقول يا جماعة، يا شباب التيك توك، يا شباب، يا بنات، يا رجال، يا أباء، يا أمهات، الغيرة هذا من الدين، ولا يجوز للمسلم أن يقبل أن يرى عرض أخته أو ابنته أو زوجته مباحا هكذا، بل يجب أن يقومها وأن يعلمها وأن يرشدها وأن يفهمها. فإذا اقتضى الأمر أن يمنعها تماما من أن تدخل على البرامج وعلى الصفحات وعلى الإنترنت كان هذا واجبا، كان هذا لزاما. ولهذا يا إخواني أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهموا هذا المعنى جيدا، فأصبح أحدهم يدرك أن عرض المرأة، أن هذا العرض محفوظ حتى وإن كانت مشركة. يعني لا يجوز في ساحة المعركة أن ينطلق المسلمون إلى نساء المشركين فيقتلونهم ويهتكوا أعراضهم، إلا إن كانت النسوة محاربات، يعني إلا إن كانوا يحملون السيوف والسلاح والرماح والسهام ويقذفونها على المسلمين. أما غير ذلك فلا يجوز. فكيف لنا أن نقبل أن يكون لحمنا أعراضنا كلأ مباحا؟ كلأ مباح. بل يحدثني أحد الإخوة أنه ينتشر اليوم على صفحات تويتر مثلا كثير من الصفحات التي تدعو إلى النقيصة من المسلمة وإهانة المسلمة وذكر المسلمة بأقبح الشتائم، والداخلون على الصفحة بالآلاف بل بمئات الآلاف،
والذين يتفاخرون بأنهم لا يغارون وبأنهم يتباهون بإخراج أعراضهم إلى الناس، هذا بلا شك من الفساد العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة الذي لا يغار على أهله والذي يرضى بالفحش في أهله، هذا يسمى في عرف الإسلام ديوث، فلا يمكن أن يكون من أهل الجنة إلا إذا قوم أهله وذكرهم بالله ورباهم وأدبهم.